السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج النسر قطر 2022 واللي فيها النهارده إن شاء الله هنتكلم فيها عن ماتشات يوم الخميس ويوم الجمعة اللي هو النهارده بإذن الله. وقبل ما أتكلم في الماتش عايز بس أقول حاجة بسيطة كده. قطر ما شاء الله عملت كل حاجة زي الفل، عملت ملاعب كويسة، عملت بنية تحتية كويسة، استضافت كأس عالم يعني بطريقة كويسة، وعملت حفل افتتاح زي الفل وحاجة مبهرة جدا واستضافة ما شاء الله جميلة جدا. بس في حاجة بس نسيتها، نسيت تعمل منتخب. انا كنت ناسي ايه؟ ناسي حاجه. يابا يابا ايه ده؟ اول ماتش هنتكلم فيه النهارده باذن الله هو ماتش الكاميرون وسويسرا. الماتش ده كان هو اول ماتش اتلعب يوم الخميس امبارح، والماتش ده فيه مفارقه غريبه. اللاعب اللي جاب الجول لسويسرا اسمه امبولو، ده اصلا لاعب اصله كاميروني تمام، بس خد الجنسيه السويسريه وبقى يلعب معاهم وهو اللي جاب فيهم الجول. الماتش ما كانش فيه حاجه كتير اتقال، يعني اكتر من ان هو ماتش جاي مع العفش يعني كده، جاي طار البطوله، يعني جاي 3 4 هجمات لده و3 4 هجمات لده وايه، والدنيا اتلمت واتعشت قوي على كده، وخلص الماتش 1-0 لسويسرا على الكاميرون. وهي الكاميرون ما شاء الله. عايز اقول حاجه بس لكابتن ايتو، كابتن انت فتحت صدرك قوي قبل كاس العالم، قلت الكاميرون هتروح تاخد كاس العالم والفرق الافريقيه كلها توصل للسيمي فاينال، يعني بص انت ايه، خليت افريقيا دي كل حاجه واوروبا دي ولا حاجه. يا عم صلي على النبي، ده انت قدام سويسرا وبلعت البلعه دي، امال لما تلعب البرازيل هتعمل ايه؟ يا عم اسكت، تخش على الماتش اللي بعده. تاني ماتش كان يوم الخميس، هو كان ماتش اوروجواي وكوريا الجنوبيه. والماتش ده اوروجواي تقريبا هي ليها ستايل واحد في كل كاس العالم، بتبدا بماتش يعني اداؤه متوسط زي اللي بدأته قدامنا في 2018، وعملت ماتش يعتبر كان وحش. نفس القصه بتكررها المره دي مع كوريا الجنوبيه، ولكن المره دي بقى حظها ما سعفهاش زي ما حصل قدامنا. جت من لعبوا كورتين جم في العارضه، منهم واحده كانت تقريبا كان جودين، كانت في الشوط الاول من كورنر دماغه عملها بدماغه جت في العارضه، واحده ثانيه كانت لفالفيردي. احنا عارفين فالفيردي ما شاء الله صواريخ يعني، بس المره دي جت في العارضه برده. وفي مفارقه غريبه برده حصلت في الماتش دي، هم الخماسي الدفاعي بتاع كوريا الجنوبيه اللي هم الاربعه الدفاع والديفندر اللي قدامهم كان كلهم في اسمهم في كيم. فتخيل بقى خماسي كيم كان بيلعب امبارح مع كوريا الجنوبيه. الماتش ما كانش فيه اي حاجه تذكر قوي يعني، غير الحاجات اللي انا قلتها اللي هم الكورتين العارضه اللي جم في العارضه وكده، يعني فرقه مسكت شوط وفرقه مسكت شوط، وكان الاداء متوسط يعني، ما كانش الاداء الواو زي اللي بنشوفه في باقي الماتشات يعني. وماتش خلص 0-0. فنخش على الماتش اللي بعده على طول. الماتش اللي بعد كده بقى هو ماتش كان ماتش ممتع جدا، كان ماتش البرتغال وغانا. هو مش ممتع في الاداء القوي او المهارات او الكلام ده، هو كان في اداء ومهارات بس مش قوي يعني، كان متوسط برضو، ولكن في الطريقه اللي خلصت بها نتيجه الماتش. يعني الماتش الشوط الاول ما كانش فيه هجمات، يمكن غير هجمه واحده ولا هجمتين للبرتغال، والدنيا كلها كانت صامت خالص يعني من غانا. يبدا الشوط الثاني بقى، هنا بتبدا الاثاره لما بتيجي ضربه جزاء لكريستيانو رونالدو، ويعني انا شايفها بصراحه ضربه جزاء يعني مجامله لرونالدو، مش عارف الحكم حسبها غلط، مش عارف، حاسسها يعني ما ترتقيش اللي اصلا تتحسب ضربه جزاء. فالحكم حسبها ورونالدو دخل حطها وعمل السي بتاعته دايما اللي بيعملها، والملعب كله قالها معاه. هو بصراحه يعني هو تاريخ ماشي على الارض كريستيانو رونالدو، اللي هو اللاعب الوحيد اللي سجل في 5 نسخ متتاليه من كاس العالم، ده تاريخ ومحدش لحد دلوقتي عارف يعمل الحوار ده. فبصراحه يعني اسطوره كريستيانو رونالدو، لازم الناس تحتفل بيها يعني. بعد الجون ده الماتش بدا يتوازن شويه، وغانا بدات تخش في الماتش لحد ما اندريا ايوب بيجيب الجون بتاعه في الدقيقه 72 وبتعادل غانا على حساب البرتغال. ويا عيني جاي يخرج من هنا خلاص وبيحتفل مع زمايله هو بيلف لقى البرتغال بتجيب الجون الثاني في الدقيقه 77 انا شفت منظره يا عيني صعب عليا، هو لسه طالع وبيحتفل لسه وبيعمل، وراح باص لقى الجون جه فيه، وما عداش دقيقه ونص بعدها الجون الثالث على طول. فالدنيا يعني ايه بهوقت من غانا خالص. لكن بيجوا في الدقيقه 88 بيسجلوا الجون الثاني، واللاعب اللي بيسجل الجون لغانا بيحتفل على طريقه كريستيانو رونالدو، اللي هو رونالدو بتقول ايه يعني، ايش تسوي والله يا اخي انا قاعد بره وانت بتعمل ايه فيعني الماتش فضل كده لحد ما بتيجي اخر دقيقه في الماتش، والحارس بتاع البرتغال بيعمل حركه غبيه كده زي الحاجات اللي بنشوفها في الفيديوهات اللي هي ايه، لقطات كوميديه، تجميع لقطات كوميديه لكره القدم، بيسيب الكره قدامه كده بيجي من وراه اللاعب بتاع غانا وجاي يعملها، بس ايه المدافع لحق على طول وطلعها. وكريستيانو رونالدو طبعا شفناه كان هيجي له جلطه وقلبه جاله الجلطه وهو قاعد على الدكه يعني. فبس ربنا سترها معاهم وعدت على خير، والماتش خلص 3-2 للبرتغال، وكده بتاخد اول 3 نقط اللي هو بتتصدر المجموعه بتاعتها. ولسه بقى هتشوف الفتره الجايه هتعمل ايه في المجموعه، وربنا يسهل. خش على الماتش اللي بعده.
الماتش اللي بعده بقى لاكتر فرقه محيره في كاس العالم في الفتره الاخيره اللي هي البرازيل. هو كان ماتش البرازيل وصربيا. البرازيل في اخر بطولات كاس العالم بتعمل ايه؟ بتبدا بدايه قويه جدا، بتكسب ده وبتعمل اداء، وبص بتعمل لك كنافه في ارض الملعب. بعد كده بيبدا الاداء يقل مع الوقت، يقل بالتدريج لحد ما بيجي في الاخر بيتلب وبيطلع، بتبقى حاجه مش حلوه يعني للبرازيل. الاول البرازيل كان بتبدا تدريجي، بيبدا من تحت، بيبدا المستوى يزيد. لما بدا يبقى قوي في الاول بقى بيقل. يعني انا مش عارف البرازيل هتعملها المره دي وتوصل لنهائي كاس العالم وتعمل حاجه، ولا برضه هتفضل زي كل مره ما بتبدا الاداء يقل بتاعها بالتدريج. الله اعلم. بس هم الاداء كان قوي جدا في الماتش ده. الشوط الاول كان ضعيف شويه ولكن الشوط الثاني كان كرنفال من البرازيل، كان بيرقصوا سامبا حرفيا. عارف البرازيلي وصمه بيرقصوا سامبا، هو ده بالظبط. كل اللي حصل في الشوط الثاني هو عباره عن البرازيل ماسكه الكوره وزنقه صربيا في منطقه جزائهم، بس ده اللي بتعمله لحد ما ريتشارلسون في الدقيقه 68 بيجيب الجون الاول ليه بعد متابعه لشوطه كان تقريبا جت من نيمار واتشاطت وردت له بالحارس وحطها يعني. وما بيسكتش على طول، في بعدها في الدقيقه 72 على طول بيجيب جون، هو احسن جون في البطوله لحد دلوقتي. جات له راح عملها برجله فوق كده، راح قلبها باكورد جميل جدا بصراحه. واحلى جون انا ما شفتش زيه لحد دلوقتي. هو كان احلى جون بالنسبه لي الجون بتاع سالم الدوسري في على السعوديه في الارجنتين، ولكن الجون ده بصراحه عدى. النهارده كين لسه هنجيله النهارده، كين حب يعملها بس ما ظبطتش معاه يعني. فايه هو ريتشارلسون لحد دلوقتي اللي معاه، وهو جايب الجونين، فكده انضم لكتيبه اللعيبه اللي جابوا جونين. وبعد الهدف اللي سجله ريتشارلسون بتيجي كره ثانيه بتتشاط من كازيميرو تقريبا، بتيجي في العارضه. هو كان قبلها برده كان في كره جت في العارضه، فالبرازيل كان قارس قوي في الشوط الثاني على صربيا. والماتش خلص 2-0 للبرازيل والدنيا لطيفه خالص. لسه بقى عايزين نشوف البرازيل في الوقت اللي بعد كده. ده احنا متعودين البرازيل بتبدا كويسه، طب بعد كده ايه؟ لسه بقى ده اللي هنشوفه، وهنشوف التطور بتاعهم في الاداء. خش على الماتش اللي بعده. وبتبدا الماتشات بتاعت يوم الجمعه اللي هو بدات تقريبا الساعه 12 ساعه صلاه الجمعه. الواحد يا دوب رجع من صلاه الجمعه. لا الشوط الثاني بيبدا بتاع ويلز وايران. بس بصراحه انا بعد ما شفت الهايلايتس بتاعت الشوط الاول، لا ايران كانت جامده قوي الماتش ده صراحه. يعني انا اتفرجت على الشوط الثاني كانت جامده، بس قلت يمكن الشوط الاول كان ويلز ماسكه ولا حاجه. لا الشوط الاول ايران كانت ماسكه كوره، وهي اللي بتهاجم، وهي اللي عندها اراده، وهي اللي عايزه تكسب. ما تعرفش بقى كيروش عمل فيهم ايه، صح فيهم روح ايه بصراحه بعد الماتش السته ده يعملوا الماتش ده. لا تحيه لكيروش وتحيه للعيبه بتاعت ايران اللي هي عملت ماتش كبير زي ده. الشوط الاول عملوا كميه هجمات وضاعت منهم، كان حظهم وحش جدا. منهم جون جابوه واتلغى عشان اوفسايد، وهو كان فعلا اوفسايد. بيبدا بقى الشوط الثاني اللي انا اتفرجت عليه، لا ايران دايس على ويلز المفروض منتخب اوروبي، ومنتخب يعني عنده لعيبه زي جاريث بيل، وعنده لعيبه زي ارون رامسي ولعيبه حلوه يعني. بس لا ايران كانت مسيطره على نص الملعب وعلى كل حته في الملعب تماما. انا بعد ماتش السته دي ما تخيلتش الايران تعمل الاداء ده يعني. بس فضلوا يهاجموا لحد الدقيقه 97 كان حاط بتاع 9 دقائق وقت بدل ضايع. الدقيقه 97 او 98 بتتشاط شوطه من لاعب طبعا انا مش عارف اسمه اسمه صعب شويه. فشاط شوطه جت في الزاويه في اخر دقيقه في الماتش، يعني لدرجه ان لعيبه ويلز وقعت في الملعب بعد الجون ده، لان الجون ده بنسبه كبيره خرج خلاص ويلز بره البطوله، لان الماتش جاي عندهم انجلترا وصعب جدا هم حتى يتعادلوا مع انجلترا. وايران بعد الجون الاولاني اللي جابته ده يعني ويلز حبت تهاجم بقى وربنا يكرمها وتتعادل، فردت عليهم بهجمه مرتده، جابوا الجون الثاني والماتش اتقتل تماما لصالح ايران. وبالفوز ده بتضمن بقائها في البطوله حتى الان، اللي هي تنافس على بطاقه الصعود مع امريكا. لسه بقى هنشوف ماتش ايران وامريكا ده هيبقى ماتش حرب يعني، هيبقى ماتش حرب كبير. فربنا يكرم كده بقى. عايزين نشوف الماتش ده كوره حلوه، لان امريكا النهارده قدمت ماتش حلو قدام انجلترا، وده لسه هنتكلم عليه في اخر الفيديو. وايران قدمت ماتش حلو جدا، وماتش فيه روح وحماس رهيب جدا قدام ويلز. لسه بقى عايزين نشوف الاثنين مع بعض هيعملوا ايه. نخش على الماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده بقى للأسف يعني كان وكسة وخيبة أمل منتخب قطر. يعني قلنا منتخب قطر في البداية، والماتش الأول على أرضهم في كأس العالم، أول ماتش ليهم في تاريخهم في كأس العالم، وهبة الجماهير وهبة مش عارف إيه، وقلنا ودينا أعذار بالهبل. إنما تيجي الماتش ده، تبدأ الماتش برضو قدام السنغال، وإحنا حذرنا قبل كده ورجعوا للفيديو اللي اتكلمت فيه على السنغال. قلت قطر هتعاني جدا قدام السنغال، والسنغال فريق تقيل قوي على قطر. انك تيجي قدام السنغال وتلعب برضه بنفس الاسلوب الدفاعي، الاسلوب المتحفظ، الاسلوب الجبان، لا برضه كان لازم. السنغال داست وهي بالعكس، ده السنغال اتاخرت كمان في اللي هي تجيب الجون الاول. تقريبا كان في الدقيقه 40 بعد ما حصل غلطه من المدافع بتاع قطر، جه يطلع الكره واقفه تحت رجله، جت للمهاجم بتاع السنغال اللي حاططها في الجون. في فركشه كده في منتخب قطر، وحاجه مش طبيعيه يعني. مش ده منتخب قطر احنا اتفرجنا عليه في كاس العرب،
ولا اللي اتفرجنا عليه في كاس اسيا، لا مش ده خالص صراحه. يعني يبدا الشوط الثاني قلنا بقى خلاص، يعني اللي انتوا خايفين منه حصل، جه فيكم جون، بين الشوطين بقى تنزلوا مش عارف، حظهم وحش الصراحه. في اول دقيقه في الشوط الثاني يجي جون الثاني للسنغال من كورنر، برضو غلطه في التغطيه بتاعه الدفاع عشان خاطر بياخدها من المهاجم بتاع السنغال، بيقطع على القريبه وبيحطها، مفيش تغطيه خالص زي ما حصل في الشوط الاول. برده في غلطه، اضطر سانشيز بقى مدرب قطر اللي هو يشد واحد من الثلاثه مدافعين بتوع قطر وينزل مكانه واحد بطباع هجوميه شويه، او المهاجم اللي هو مونتاري. طب انت خلاص كنت خسران 1-0، انت مستني تبقى 2-0 عشان تطلع الثالث بتاعهم؟ يعني انا مش عارف انا وانت اصلا بادئ الماتش بتلعب بثلاثه ليه؟ انت لما لعبت باربعه في جون بس لعبت حلو قوي والملعب اتطور معاك. انت من ماتش الاكوادور وانت بتلعب بثلاثه في الدفاع. انا مش عارف صراحه الاسلوب بتاع قطر ده ليه، والمدرب ده يعني انت بتعمل ايه؟ بقالك المنتخب ده بيجهزوه بقالهم 12 سنه بيجهزوا منتخب قطر عشان المونديال، واول لما يجي المونديال يلعبوا بالاداء ده. لحد دلوقتي قطر هو اسوأ فريق في كاس العالم، ان لم يكن طبعا كوستاريكا قبله. يعني كوستاريكا ما عملش حاجه خالص، يعني قطر على الاقل جابت جون، انما ده ما جابش حاجه خالص. يعني انت مستضيف البطوله وانت صاحب الارض وصاحب الجمهور وتلعب بالاداء ده، يا سيدي انا مش عايز اداء، بتلعب بالروح دي، مفيش روح خالص. يعني قطر لحد دلوقتي لعبت 10 دقائق في البطوله دي، اللي هو ايه، بيحللوا اللقمه، اللي هو بال10 دقائق اللي لعبوها جابوا فيها الجون. طب ما انت عندك كوره اهو بتلعب، ليه ما بتلعبش كده من الاول؟ عامل زي فرق الدوري المصري، او ما بتلعبش اللي لازم يجي فيها جون عشان تلعب. طب ما تلعب يا عم من الاول. المهم بعد ما بيجيبوا جون وقلنا خلاص ممكن قطر تعمل حاجه على الاقل تتعادل تطلع بحاجه من كاس العالم ده، لا بيلبسوا الجون الثالث على طول بعدها عشان خاطر ايه، الحماس اللي عالي ده ينزل في الارض وكل الامال تنزل على الارض، وخلاص كده السنغال بتضمن بالفوز ده فرص اللي هي ممكن تصعد للدور الثاني. ولسه هنشوف يعني بعد التعادل اللي حصل ما بين هولندا والاكوادور ده، ممكن كده فرصه غانا، فرصه هي لازقه معايا غانا ما اعرفش ليه فرصه السنغال اللي هي تصعد للجوله الجايه لما تلاعب الاكوادور، فرصه عاليه قوي، لان السنغال هتبقى تقيل على الاكوادور بعد الاصابه اللي حصلت للمهاجم فالنسيا. ولسه هنخش نتكلم دلوقتي على ماتش هولندا والاكوادور. يلا نخش على الماتش بتاعه. ماتش هولندا والاكوادور بقى في كذا نقطه كده عايز اتكلم فيها. اول نقطه هو اداء منتخب هولندا في الماتش بتاع السنغال. زي ما اتكلمنا قلنا لا الاداء نازل، الاداء مش هو الفرقه المفروض جايه بتنافس على كاس العالم، لا مش ده الاداء خالص. يمكن منتخب هولندا واخدين الاداء تصاعدي والريتم تصاعدي، بس ميبقاش بالمنظر ده، ميبقاش بالسوء ده. النهارده الاكوادور النهارده الاكوادور لعبت على هولندا زي ما السنغال لعبت على هولندا، فالاكوادور لعبت على هولندا، بس ما اتسطرتش المره دي مع هولندا اللي هي تكسب، لا ده المره دي اتعادل معاها الاكوادور، وكان الاكوادور ممكن يكسب وعنده فرص. يعني لولا اللي فالنسيا اللاعب بتاع الاكوادور اتصاب وطلع هو اخطر لاعب في الاكوادور حرفيا، لا كان ممكن يجيبوا الجون الثاني وكان ممكن الاكوادور تكسب، وكان زمان دلوقتي هولندا بفرصه اللي هي تصعد وما تصعدش. هي معاها 4 نقط دلوقتي وخلاص ضامنه بالنسبه اللي هي صاعده يعني، ولكن لا الظروف بقت صعبه. يعني انت ايه السبب اللي هولندا بتلعب بالشكل ده؟ انا ما اعرفش. وكاجبو بيجيب جون لهولندا، يعني هو متالق من الماتش اللي فات، ولكن بصراحه الكريدت في الماتش ده بيروح الاكوادور بالامكانيات اللي عندها بظروفها بالمنتخب، هو اصلا منتخب متواضع يعمل الاداء ده على منتخب كبير زي منتخب هولندا، فبصراحه شابوه لمنتخب الاكوادور. وبالفوز ده يعني بالتعادل ده بيزودوا فرصهم اللي هم يصعدوا. يعني كده بقت هولندا 4 وهم 4 والسنغال 3، هم عايزين يصعدوا ويتعادلوا مع السنغال او يكسبوا. هي السنغال عندها فرصه واحده اللي هي تكسب وتصعد. لسه هنشوف بقى ايه اللي هيحصل في الجوله الثالثه بقى، هي جوله الحسم، لان لحد دلوقتي مفيش حد صعد من المجموعه دي، هتبقى الجوله الثالثه جوله الحسم. وانا اتوقع صعود منتخب هولندا والسنغال، لان الاكوادور بعد المجهود اللي بذلته في الماتش ده بالذات ماتش هولندا ده، لا اللعيبه باين عليها الاجهاد في اخر الماتش، وبالذات فالنسيا اللي طلع مصاب وماسك السمانه. فاعتقد يعني هيبقى ماتش صعب قوي عليهم قدام السنغال، لان السنغال زي ما قلت فريق تقيل بدنيا وفريق قوي جدا. فده اللي انا بتوقعه، لهولندا والسنغال هم اللي صعدوا. مين اول ومين تاني بقى دي لسه هنشوف، ان قطر ممكن تعمل ماتش للتاريخ بقى، اللي هو ايه، عامل ماتش للشهر قبل ما امشي. فلسه هنشوف بقى الكلام ده في الجوله الثالثه، ونخش بقى على اخر ماتش النهارده ونشوف تفاصيل. والصراحه اخر ماتش النهارده ملوش تفاصيل وملوش اي حاجه، كان ماتش سيء جدا، هو ماتش انجلترا وامريكا على راي عصام الشوالي، الام وبنتها، انجلترا الام وامريكا بنتها. فيعني ما كانش في اي حاجه تتقال في الماتش ده غير ان هاري ماجواير اخيرا نطق. يعني هو تقريبا بينطق بس مع منتخب انجلترا، انما معانا في اليونايتد بيبقى بطه بلدي. هاري ماجواير النهارده مطلع على الاقل 2-3 لامريكا، هو اللي النهارده شايل خط دفاع انجلترا على كتفه. بصراحه هو تقريبا رجل المباراه النهارده لمنتخب انجلترا. منتخب انجلترا بعد اللي احنا شفناه منه 6-2 اللي كانت على ايران، هبوط غريب في الاداء يعني بشكل مرعب. انت بعد الاداء اللي عملته قدام ايران ده
ممكن نقول ايران وظروفها والحارس اللي اتطرد والكلام ده كله، مباراه مش مقياس لمباراه امريكا، ولكن انت جاي بفوز 6-2. يعني عارف يعني ايه جاي بفوز 6-2؟ يعني انت جاي الفريق اللي قدامك خايف منك اصلا، وامريكا بدات الماتش خايفه. امريكا بدات الماتش لعبه دفاع منطقه وكشه كده في منطقتها، وانت اللي بتهاجم. مش بتهاجم، انت ماسك الكوره ومستحوذ. ليه ما هاجمتش بقى؟ انا مش عارف، الله اعلم بقى. في ثقه زادت قوي عند اللعيبه مجهده من الماتش اللي فات، بس ما اعتقدش مجهده ده هو اللي ما لعبوش غير ماتش واحد، فما اعرفش بقى ايه القصه. ساوث جيت المفروض يشوف القصه دي في الماتش الثالث. الماتش كان ممل جدا، هي ما كانش فيه هجمات. هي تقريبا امريكا اللي لها هجمات خطيره، امريكا هجماتها هي اللي خطيره مش انجلترا. يعني كان ممكن الماتش ده امريكا هي تغلب انجلترا لاول مره من الخمسينات. يعني واخد بالك القصه عامله ازاي؟ والماتش كمل في الملل بتاعه ده لحد ما الماتش خلص 0-0. وبصراحه يعني انا جيت في الاخر ومش عايز اتفرج عليه، الماتش كان بارد جدا يعني، هو الحمد لله وخلص. كلمة أخيرة بقى عايز أقولها للمنتخب السعودي قبل مباراة بولندا بكرة. أول حاجة، أنت ما عملتش حاجة في كأس العالم لسه. أنت كل اللي عملته أنت كسبت ماتش ب3 نقط. لو بنيت على الماتش ده واستغليته ان انت تنزل بروح عاليه وتنزل باصرار وتنزل بثقه اللي انت تقدر تعمل حاجه، هتكسب بولندا على الاقل يا سيدي. هتتعادل مع بولندا المره دي بقى مش منتخب حريف وبيلعب ويسيب مساحات، لا، بولندا المره دي فريق رخم، فريق بيلجأ للدفاع وممكن اصلا يسيب لك الكره انت اللي تلعب، وفريق اجسامهم ما شاء الله حاجه جته يعني. فانت اللي انت عملته قدام الارجنتين ممكن ما تقدرش تعمله قدام بولندا، ان بولندا هتسيب لك الكره انت اللي هتلعب، انما الارجنتين كانت هي اللي بتلعب وانت بتلعب على الكره المرتده. فلازم لازم لازم يبقى في حذر كبير قوي عند المنتخب السعودي بكره، لان الماتش بكره ماتش صعب جدا، وكذلك الماتش على تونس بكره برضو صعب. فلازم الفرقتين دول بالذات بكره ماتشهم هيحدد مشوارهم في البطولة الجاي. السعودية يمكن أسهل فرص شوية من منتخب تونس، عشان السعودية كسبت الماتش اللي فات انما تونس اتعادلت. فكل اللي انا اقدر اقوله ان انا بتمنى ان شاء الله، بتمنى والله من كل قلبي صراحة ان منتخب تونس الاول، عشان هو ماتش الاول، ماتش تونس تكسب ان شاء الله، السعودية تكسب بعدها. ونفسي الفرق العربية اللي باقية اللي هي تونس والسعودية والمغرب، هم يعني دول اللي باقيين لنا في البطولة. قطر خلاص باي باي. اتمنى ان شاء الله اللي هم يعملوا اداء كويس ويكسبوا، ولو ما عملوش اداء يكسبوا. انا بتمنى اول حاجة يكسبوا عشان يكملوا في البطولة. نفسي يعني كذا فرقة عربية تكمل في البطولة، ما تبقاش واحدة. يعني السعودية عملتها قبل كده من كام سنة ايام سعيد العويران، والجزائر عملتها في 2014 وكملت الدور الثاني. نفسي بقى فرقتين مع بعض كده تبقى اول مره تحصل يعني، والبطوله في ارض عربيه، وربنا يكرم ان شاء الله الفرقه العربيه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا النهارده. وانا قلت طبعا في الاول اعمل لايك وسبسكرايب للقناه، مش عارف انا سبتك تتفرج على الفيديو كله وشوف. لو انت الفيديو عجبك انزل اعمل لايك، لو ما عجبكش قول لي في التعليقات ايه اللي ما عجبكش، وربنا يسهل ان شاء الله ونطوره ونغيره. ويا ريت تعمل سبسكرايب للقناه كده وتشير الفيديو ما بين صحابك، ولو انت على الفيسبوك تعمل لايك وشير للفيديو، وتعمل لايك كده لصفحه النسر، ويعني وتابعنا في الفيديوهات، وتابعنا على التيك توك وعلى الانستجرام وعلى الكواي وعلى المنصات كلها بنزل فيها فيديوهات. فتابعنا كده، ودعواتكم ان شاء الله نكمل في القناه. واشوفكم في حلقه جديده من برنامج النسر قطر 2022. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.